احنا مش مشكلتنا في دينا يا جماعه، والله احنا مشكلتنا في اللي بتعمله دينا. انا مش مشكلتي ابن دينا ومتربي ازاي ومتربي فين، انا مشكلتي ابني انا، بنتي انا، اللي السوشيال ميديا بقى جزء من حياتهم، بيشوفوك كل يوم وبيتاثروا بيه. انا مش مشكلتي دينا بتشتغل ايه، بتكسب كتير بتكسب قليل، انا مشكلتي في الحلال والحرام. مش مشكلتي حتى في كونها رقاصه، هي حره ربنا اللي هيحاسبها. لكن مشكلتي الاكبر في تحليل الحرام، مشكلتي في غياب القدوه في عالم بقى كله ماده. شريعه ربنا اللي للاسف بقت تحصيل حاصل، بقت اسمها عادات وتقاليد. ما هي لما تتحول لعادات وتقاليد يبقى سهل نسيبها. ربنا قال علينا كنتم خير امه اخرجت للناس، عشان بننهى عن المنكر وبنؤمر بالمعروف. دلوقتي النهي عن المنكر بقى اسمه تدخل في شؤون الغير. ربنا اللي هيحاسبها، بس انا كمان ربنا هيحاسبني. انا كمان من حقي احمي نفسي وولادي وبلدي وديني، زي ما هي من حقها تطلع وتقول ان الفن مش حرام وان ابنها بيفتخر بيها. من حقي ان انا اعلم ابني وبنتي ان ده حرام. من حقي انا كمان اقول رايي.